هاتي ربع كيلو من الكريمة ونص كيلو لبن وتعالي خليكي تعملي 4 كيلو من الايس كريم. سهل وسريع ومنجز واحلى من الجاهز بمراحل، بكل الخطوات والتركات اللي تنجحه معاكي. حتى لو اول مرة تدخلي المطبخ ولو ما طبختيش ولا مرة قبل كده هيطلع معاكي ناجح. بس ما تنسيش بقى علشان الفيديو ده متعوب عليه تعملي لايك وشير قبل ما تشوفي الفيديو. ويلا بينا نبدأ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في بولة ناشفة ونضيفة هننزل ربع كوباية من الكريمة. تقدروا تستعملوا اي نوع تفضلوه، خام او بالسكر، الاحسن تستعملوها خام علشان هتديكم مقدار مظبوط. هنزل عليها ربع كوبايه من السكر، وعندي هنا كوبايه الا ربع من الميه الساقعه المتلجه. هبدا بشكل تدريجي كده اضرب على اعلى سرعه بالمضرب الكهرباء، وانزل الميه بتاعتي بشكل تدريجي لحد ما يكون عندي كريمه كده متماسكه ولكن مش بشكل كامل. الفراوله بقى القمر اللي احنا فرزناها مع بعض، عايزه اقول لكم اللهم بارك، محافظه على لونها وحلوه قوي. هنزل الفراوله بتاعتي في الكبه، وانا هنا مستعمله نص كيلو من الفراوله. هنزل عليها ربع كوبايه من السكر ونص كوبايه من اللبن، وهنزل عليها معلقتين كبار من بودره الكريم شانتيه. هضرب الكلام ده كله مع بعض كويس قوي في الكبه وافرمه ناعم جدا 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 لحد ما يكون القوام بتاعنا كده طري وبيمط شويه كده. اضربوا ضرب متقطع علشان الكريمه بتاعتكم تنفش وتديكم قوام حلو. بعد شويه لما اتاكدت انها بقت ناعمه نزلت نقطتين كده من لون الطعام الاحمر، ونزلت نص كميه الكريمه اللي احنا حضرناها مع بعض. هضرب الكلام ده كله تاني مع بعضه لحد ما اخد قوام ناعم كده وطري. هنزل كل بقى الخليط بتاعنا ده، احنا مش عايزين نسيب ولا نقطه، لا احنا محتاجين كل الكميه بتاعتنا. هرجع تاني ازود كمان نقطه من الكريمه من اللون الاحمر، واضرب بقى الكريمه البيضه بتاعتنا مع كريمه الفراوله. واللهم بارك، كده هيكون جاهز معاكم احلى ايس كريم فراوله، سهل وسريع ممكن تعملوه. وكخطوه اختياريه ولزوم الدلع تقدروا تقطعوا شويه من الفراوله لقطع صغيره، ونبدا ان احنا نقلبها كده جوه الايس كريم بتاعنا، جوه علبه، قالب بايركس، اي حاجه متوفره عندكم تقدروا ان انتوا تحطوها وتقفلوها. العلب دي متوفره، وبالمناسبه سعرها مش غالي، وبتكون موجوده كتير جدا في الناس اللي هم عندهم البلاستيكات والحاجات. قفلتها وشلتها على جنب. وفي الكبه بتاعتي هنزل نص كوبايه من اللبن، ربع كوبايه من الكريم شانتيه، ربع كوبايه من السكر، والسكر اختياري. برضو المانجا القمر اللي محافظه على لونها الحلوه دي انا مفرزاها، ان شاء الله السنه دي هوريكم طريقتي فيها. من السنه للسنه بتفضل محافظة على لونها كده وما بتغيرش ابدا ولا طعم ولا لون. هضرب الكلام ده كله زي ما قلت لكم ضرب متقطع. هنا مش هنعمل خطوات كتير، هنا هتكون اسهل شوية. شوفوا المراحل كل مدى هتكون احسن كتير قوي. بدأت بقى ان انا خلطتها كده زي ما انتوا شفتوا، بقت عندي ناعمة وفلافي حلوة قوي كده. بدأت ان انا افضيها في علبة من علب التلاجة، وبعدين بنخبطها كده لتحت عشان نتأكد ان مفيش اي فراغات ولا اي هوا جواها، وهنسيبها بقى على جنب. طبعا انتم مجهزين الفريزر بتاعكم موسعين مكانه ومجهزينه علشان تحطوه. عندي هنا 100 جرام من الشوكولاته، يعني تقريبا نص قالب من اللي هم القوالب الصغيره اللي بتيجي من بره، ربع كوبايه ميه ومعلقه زيت واحده. وهرفع الكلام ده كله في الميكرويف او على حمام مائي حوالي 5 دقايق، لو في الميكرويف هتاخد معاكم 3 دقايق بالظبط. هركنهم على جنب وانزل بنص كوبايه من الكريم شانتيه الخام، ربع كوبايه من الكريمه بطعم الكريمه اللباني، انا بستعملها من كواليتي تارجت، وهنزل عليهم كوبايه الا ربع من السكر البودر. الحليب المكثف المحلى كنا عملناه مع بعض كتير قبل كده، ودي خطوه اختياريه، تقدروا تبدلوها بمعلقه كبيره من اللبن البودره او معلقتين كبار من عسل النحل، او حتى تستغنوا عنها، ولكن فعلا بتفرق جدا في الطعم. هضرب الكلام ده كله مع بعضه، وهيبقى جنبي نص كوبايه من الميه الساقعه المتلجه. مع الوقت كده كل شويه انا هزود شويه، يعني انا بضرب قوام الكريمه بيتقل بتزود تاني من الميه بتاعتنا لحد ما ناخد اهش قوام. انا هنا الكريمه بتاعتي خدت معايا كوبايه وربع من الميه الساقعه المتلجه. رجعت تاني زودت لها معلقه كبيره من لبن البودره، وزودت لها ربع كوبايه من الميه. بعد ما ضربتها كده وبقت كريمه متماسكه وحلوه هقسمها نصين. اول نص عندي هسيح له 50 جرام من الشوكولاته مع معلقتين كبار من الميه، وابدا ان انا انزلهم على الخليط الحلو بتاعنا ده، سوري معلقتين كبار من الحليب. هنزل عليهم ربع كوبايه من الميه الساقعه المتلجه، وارجع ازود تاني شويه من السكر البودره وشويه من الحليب المكثف المحلى. وزي ما قلت لكم دي خطوه اختياريه وتقدروا تستغنوا عنها، ولكن فعلا بتفرق. يعني هنا ايس كريم الفانيليا خد معايا معلقتين كبار من الحليب المكثف المحلى.
هبدأ ان انا اضربه كده لمدة ما تقلش عن 5 دقايق لحد ما ياخد قوام كده سايل وفيه مطة كده وحلوة قوي. هبدأ بقى في العلبة بتاعتي ان انا انزل كل الكلام ده كله، واللهم بارك، والله والله ان حرفيا بعد الطريقة دي انتوا مش هتفكروا تشتروه من بره تاني. حلو كده وطعمه غني احلى مليون مرة بمراحل من اللي بنجيبه من بره. متنسوش بقى ان انتوا لو لسه واصلين ومكملين اللايك والشير يا حلوين. خدت النص التاني من الخليط بقى بتاع الايس كريم ده، وبدات ان انا انزل عليه الشوكولاته اللي احنا مسيحينها. كانت هنا بدات تبرد ولكن مش بشكل كامل. نزلت 3/4 الكميه وشلت ربعها على جنب، خلطتهم كويس قوي مع بعض لحد ما خدنا قوام كده سايل شويه، لان هنا سخنه فسايله شويه او الشوكولاته بتاعتنا دافيه. طبعا على الوش بقى تقدروا تحطوا اي حاجه. مع الفانيليا حطيت شويه من الكراميل، مع الشوكولاته حطيت شويه من الشوكولاته كده المبشوره، او حتى شويه من جلاش الشوكولاته، او تكتفوا وتسيبوها ساده. عايزه اقول لكم بقى انه بالظبط 5 ساعات في الفريزر وكنتوا حرفيا هتاكلوا احلى ايس كريم. اللهم بارك. الكميه دي عملت من كل نوع كيلو، يعني نص كيلو من المانجا، نص كيلو من الفراوله، استعملنا ربع كيلو سوري بس من الكريمه. واللهم بارك. اتفرجوا بقى على الجمال ده كله. طلعوه من الفريزر قبل التقديم بحوالي 5 دقايق علشان يطرى كده ويبقى سهل بقى معاكم ان انتوا تقدموه. شكلوا بقى بالطريقه اللي تناسبكم، قدموا مع كراميل، مع فواكه، او مع حتى مكسرات تقدروا تشكلوها جوه البسكوت. اعملوا اللي يناسبكم واللي يريحكم بالطريقه اللي تعجبكم. اديت لكم افكار كتير، اتمنى تستغلوها بشكل مناسب. وما تنسوش اللايك والشير يا حلوين، لان فعلا الفيديو ده تعبت عليه كتير قوي. هستنى بقى رايكم تحت في التعليقات، واتمنى تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو يا حلوين. صحة وهنا.